أرقى وأجمل ما قد تسمعه اليوم. قد تطلب من الله القوة ويعطيك التحديات لتتغلب عليها فتزداد قوة أكثر. قد تطلب من الله الحكمة فيعطيك المشكلات لتقوم بحلها فتزداد حكمة أكثر. قد تطلب من الله محبة الناس فيهابك أناسا يحتاجون المساعدة فتساعدهم ويحبونك الناس أكثر. قد لا تتلقى كل شيء تريده، لكن الله سبحانه وتعالى يعطيك كل شيء تحتاجه. لا أحد سند لأحد، كلها خرافات. السند الوحيد الذي لن يخذلك أبدا هو الله. قم بتذكير نفسك كل صباح أن تقول: بسم الله توكلت على الله، يا رب أحتسب يومي هذا لوجهك الكريم فتقبله مني ويسر لي أمري وأرزقني وبارك لي فيه. أستودع الله الذي لا تضيع ودائعه ديني ونفسي وخواتيم عملي وأهلي وأحبتي وبيتي ومالي وجميع ما أنعم الله عليه. هل يحبك الله؟ نعم يحبك، لدرجة أنك تذنب في الليل ويوقظك في الصباح ولم يقبض روحك وينتظر منك التوبة، وهو ليس بحاجة لك، فقط لأنه يحبك فيمهلك. التفكير الزائد يسرق منك حياتك ويسرق منك سعادتك ويسرق حتى ابتسامتك. لا تضغط على نفسك. 3 أشياء إذا ذهبت لا تعود: